جامد. ديب دايف دبي. It don't just drop off to 200 feet. يلا بينا نعمل اقوى مغامره ما عملناش قبل كده. Deep Dive Dubai, the deepest pool in the world. حتى لو اتكلمنا عن ديب دايف دبي واعمق حمام سباحه في العالم، Это самый глубокий бассейн в мире. Deep Dive Dubai. ديب دايف دبي تحت الميه من هنا. الامارات معودانا دايما على الاعمق والاكبر والاعلى والاطول وكل التحديات. دي الستيشن بتاع الكوميرشال دايفنج ده اكسبيرينس. الكلام العالي بقى. This isn't just a dive, it's a descent into another world. Enter the deep. ديب دايف دبي اعمق حمام سباحه في العالم، وكمان داخل موسوعه جينيس لعمق 60 متر تحت الميه. حتى لو اتكلمنا عن ديب دايف دبي واعمق حمام سباحه في العالم، برضه بيكون فيه الشرف موجود هنا. طبعا واحد من اقدم المدربين المصريين، يمكن اللي افتتحوا كمان معاهم المكان. خلينا اوريه لكم، هو قاعد في انتظارنا اهو، كابتن مصطفى محمود العظيم. عامل ايه؟ منورنا. كله تمام الحمد لله. حبيبي الحمد لله. المكان جميل وكل حاجه زي الفل. مكان اعمق حمام سباحه في العالم. المكان مصمم ومهيأ ان هو يكون مش بس اعمق وحمام سباحه في العالم، وانظف دايف سنتر ممكن تشوفه في كل الامكانيات اللي ممكن اي دايف سنتر واي غطاس في الدنيا يبقى محتاجها وعاوزها، من هايبرباريك شامبر، ايكويبمنت، دراي سوتس، كل انواع الايكويبمنت، كل انواع الكورسات، كل انواع الاكسبيرينسز، فري دايفنج، سكوبا دايفنج، تكنيكال دايفنج، بابل ميكر، 2 بابل ميكر كمان 60 متر من سن 8 سنوات. من سن 8 سنوات. فعندنا كل انواع الاكسبيرينسز اللي اي غطاس في الدنيا نفسه يعملها لنفسه ولاولاده. ف يعني اتس ذا دريم دايف سنتر. كابتن مصطفى طبعا من الناس اللي يمكن افتتحت ديب دايف دبي. كابتن مصطفى بيعمل ايه في ديب دايف دبي هنا؟ انا شكلها حاجات كتير. يعني انا شكله مشوار. يعني انا مينلي انا سكوبا دايفنج انستراكتور فور شور. ده شغلي في المكان. بس انا الدايفنج تريننج سوبرفايزر، فانا مسؤول عن التريننج في الفاسيلتي. بشتغل مع الفريق الجديد، لو في نيو جوينر او حاجه بنشتغل معاهم، نعرفهم احنا بنشتغل في الفاسيلتي ازاي. بس انا عندنا كونسيبت في ديب دايف دبي ان كتيم، يعني ان مفيش مدير وسوبرفايزر ونورمال ستاف، احنا كلنا نورمال ستاف. ولو اي حد بيخبط الباب على الدايركتور فور اكزامبل ويل جيف يو فول اتنشن، فهيسيب اللي بيعمله ويديك فول اتنشن ويرد على اسئلتك ويجاوبك. الفاسيلتي كل حاجه اندر كنترول، يعني احنا بنتحكم في كل حاجه في البول وفي الفاسيلتي. الرؤيه 60 متر، يعني تقدر تشوف للعمق 60 متر للبطن. رؤيه 60 متر بالظبط، تقدر تشوف كل حاجه. فريش ووتر، 14 مليون لتر ميه، كلها عربيات وموتوسيكلات انت قلت لي كمان اللي في سماعات تحت الميه. في عندنا 27 سبيكر، 27 سبيكر تحت الميه. 27 سبيكر بتعملوا بيهم ايه؟ السبيكرز دول مهمتهم ان احنا نتواصل مع الغطاسين تحت الميه. للتواصل. لو احنا مثلا شايفين حد السيفتي دايفر بيبص على الكاميرات من وقت للتاني، ولو شايف ان في غطاس السيفتي دايفر حاسس ان هو مش مظبوط او مش كويس، مش احسن حاجه، بس هو مش متاكد، ممكن يتواصل معاه في السبيكر ويقول له لو انت كويس شاور للكاميرا انك كويس، لو محتاج مساعده شاور للكاميرا انك محتاج مساعده. والغطاس من خلاله بيبص للكاميرا وبيشاور للكاميرا انه كان تمام. وغالبا بيبقى تمام، مش مشكله الحمد لله. طب تاخدنا جوله يلا بينا يلا بينا. وهنا الويندوز. عندنا 15 ويندو اراوند ذا فاسيلتي. السمك الويندو في بي 1 هنا في جراوند فلور، في بي 1 سوري 20 سنتيمتر. 20 سم، فيعني سمك 20 سنتيمتر. في بي 2 تحت في عندنا في الكونفرنس روم سمكه 30 سنتيمتر، 30 اكبر وكبير، لارج كلاس، قد المسطره 30، كبير جدا. ايوه اهم عندنا الغطاسين دول بيعملوا ديسكفر سكوبا دايفنج.
ده هاني. شكلهم مستمتعين ومبسوطين على الاخر. ده هاني زميلنا في المكان لبناني. طبعا الموتوسيكل هنا على حوالي 4 متر، وعندنا التشيس شطرنج على حوالي 5 متر. فحلو قوي لما بتبقى تحت المايه وبتلعب تشيس، بتشغل دماغك وانت قاعد تحت المايه وانت وفي تحت ضغط، بتشغل دماغك تحت ضغط. الدايف شوب عندنا المكان زي ما انتم شايفين برضه دايف شوب. ده المكان اللي بيخلص لي فلوس يا جماعه. ده المكان اللي فلوسي بتبقى دايما خالصه عليه. عندنا طبعا الكوميرشال اكسبيرينس. الكوميرشال اكسبيرينس الغطاس لازم يكون سيرتيفايد دايفر عشان يجربها. بينزل 12 متر، بيلبس الهيلمت دي جديده، وزنها حوالي 17 كيلو. تقيله شويه بس في الميه طبعا. الميه بتشيلها. دراي سوت. شايف الدراي سوت؟ بسم الله ما شاء الله. ده التوين سيت. التوين سيت طبعا التكنيكال دايفرز اللي بيتفرجوا علينا هيبقوا عارفين ايه التوين سيت. وطبعا الريكريشن دايفرز برضه هيبقوا عارفين ايه هو التوين سيت. التوين سيت كل الانستراكتورز بيستخدموا كواليفايد ان هم يستخدموا التوين سيت، عشان لو عندنا اكسبيرينس مش محتاجين يطلعوا غير تانك وينزلوا تاني. يقدروا ينزلوا بيه. معاك مساحه بقى من الوقت تتعايش بالظبط. بس الاكويبمنت اللي الكاستمرز او الغطاسين اللي عندنا بيستخدموها هي الاكويبمنت. يعني هو مش الريجولار بي سي دي، لا بيستخدموا الوينج. كله وينج. كل الاكسبيرينس عندنا بتتعمل بوينج. عندنا الاوبشن بتاع بي سي دي طبعا واوكتوبوس. بس احنا مينلي بنستخدم ده. تعالى اوريك الاكويبمنت روم. المدرب بيمضي الورقه، بيكتب السايزنج بيبر وبيسلمها للتيم هنا، والتيم بيترانسليت، بيترجم الورقه دي الايكويبمنت. عندنا طبعا الورقه يترجمها لي ايكويبمنت، كل انواع الايكويبمنت، كل انواع بي سي دي وينج. ده هو يعني كل انواع الايكويبمنت، لونج فينس، شورت فينس، اوبن فين، كلوزد فين، كل انواع الايكويبمنت. السوتس ما شاء الله، كل انواع السايز. احنا بنسمي طبعا ديب دايف دبي او الايكويبمنت روم بتاع ديب دايف دبي ديب دايف دبي هارت. ده الديبست بول ان ذا وورلد. هو ده الاجواء عالميه. الاجواء عالميه. ايوه، ده اعمق حمام سباحه في العالم. ده المكان اللي كنت بقول لك عليه من تحت الشالو ووتر. وهنا السكيلز ابتدت، يعني المدرب هنا ابتدى يشتغل الاكسبيرينس اوريدي، وبعد ما بيخلصوا المهارات بيبتدي ينزلوا على الاكسبيرينس. عندنا حاجه مهمه جدا بنعملها في التريننج، غطاس ما بيقعدش على ركبته، ما عندناش بيبقى فلات او فلات كده. طبعا مش هنعاقبه لو قعد على ركبته، بس احنا دايما في التريننج في التيتش بنخلي الناس فلات تحت المايه، لان دي الطريقه اللي بيعوموا بيها طول الوقت. فعايزين نخلي المصل الميموري بتاعته جاهزه. قويه يا جماعه، قويه مهمه جدا. فالغطاس بيبقى دايما على البوزيشن ده. عندنا ستيشنز، كل ستيشن بيبقى مدرب اساين ليها الصبح. زي هو خلاص المكان بتاعي هنا، باجي هنا كل الكاستمر او كل الناس اللي جايين يختصوا معايا في المكان ده. الناس اللي بتجايد الزبون او بتجايد الغطاس على الستيشن اللي المدرب محتاج. انا اوريكم السيفتي ستيشن. دي السيفتي ستيشن. واحنا الموضوع مرعب. الموضوع فعلا مرعب. فاكر كنت بكلمك تحت على الغرفه اللي بتخشها. ايوه، وسالتني الناس مش مستغربه ازاي دول الغطاسين داخلين على 6 متر. Hello guys. How was it? Looks like they are busy. They are busy, yes. They're talking with each other now. دي الغرفة طبعا. ده التانك على 6 متر 100% 100% اكسجين جاست ان كيس، يعني اي حاجه، اي حاجه. وفي جوه في سبراي اهو. السبراي ده عشان انتي فوج للماسك نفسه لو احتاج. وطبعا السيفتي دايفر بيبقى قاعد بيخلي باله من اللي بيحصل في التشامبر. لو في اي امرجنسي او حاجه بيدخلوا هناك وبيبلغوه، وزي ما شفت يقدر يتواصل معاهم ويتواصلوا معاه بعد كده وهو بيتصرف. السيفتي دايفر بيبقى عينه على الكاميرات تحت المايه طول الوقت. 56 كاميرا بتكفر كل كورنر تحت المايه، بتشوف كل حاجه وبتديتكت. يعني لو في اي سترينج موفمنت المربع ده بالظبط يدي لك اليرت او الارم. 27 سبيكر، يعني احنا ممكن نكلم
كل ديب دايف دبي. بالظبط، كل الغطاسين تحت المايه ممكن احنا نكلمهم من هنا. ممكن نكلم كل ديب دايف دبي تحت المايه من هنا. انت عايز تقول لي ان في ميوزك تحت المايه وانا غطسان ابقى بسمع موسيقى؟ وممكن نغير المزيكا كمان، يعني أوه. ممكن نحط المزيكا اللي احنا عاوزينها، بس احنا اللي بنحط المزيكا اللي شويه قريبه من الاوشن، من الاوشن يعني صوت الحيتان تحت الميه، صوت فده بيقرب شويه الغطاس، بيخليه اللي هو طبعا بيحسيه ان هو فريل انفايرمنت، وبعدين بيريلاكس جدا جدا جدا. دي الهايبرباريك تشامبر. هنا بقى غرفه الضغط صح؟ دي غرفه الضغط. غرفه الضغط زي ما انت عارف ان هي بنستخدمها لو حصل اي دايفنج اكسيدنت. الحمد لله ما عندناش اي دايفنج اكسيدنت حتى الان. كنت عايز اسالك السؤال ده، لحد الان مفيش اي حادثه والحمد لله. لا ما حصلش اي دايفنج اكسيدنت، لان احنا الغازات اللي بنستخدمها والبروفايل بتاعنا امان قوي قوي قوي. الغرفه عندنا غرفه كبيره جدا، عندنا ناس سيرتيفايد وكواليفايد انها تستخدم الغرفه. اتس فولي اوتوماتيك كلها. عندنا فاير فايتنج سيستم، وده مش الكيس يعني في كل التشامبرز. اللي ممكن بتاخد لاكتر من بتاخد 10 في نفس الوقت. في حاجه مهمه قوي في التشامبر مش موجوده في غرف جديد، انه فيها اي سي. في العادي غرفه الضغط بتبقى شويه حر وضيقه وحاجات كده، احنا عندنا واسعه جدا فيها اي سي فما بتحسش بالحر. وفي فيديو جيمز، لان غرف الضغط في العموم بتبقى تريتمنت للعلاج، غرف علاجيه، فبنستخدم الجداول العلاجيه هنا. الجداول دي على حسب مده العلاج قد ايه. غرفه الضغط ما بنستخدمهاش بس للدايفنج اكسنت، بنستخدمها للابحاث العلميه. ابحاث علميه لان الغطاسين جنبنا بمترين في المايه، وعندنا غرفه الضغط، وعايزين نشوف علم الغطس واصل لحد فين مع الغطاس. فممكن بتيجي دان من وقت للتاني عندنا المكان، تستقبل الغطاس وتقعد توصل له سلوك وحاجات في صدره عشان تشوف البابلز والفقاعات الغازيه رايحه فين. واحيانا بينزلونا تحت الماء، ودنا تاسكس، يعني يدونا اجهزه ونشتغل عليها على اعماق مختلفه، وبعد ما نطلع من المايه ياخدوا النتيجه ويشوفوا الموضوع عامل ازاي. فبنستخدم الغرفه للابحاث العلميه. دي الميديكال لوك. من هنا طبعا لو الغطاس بريشرايزد مش هينفع نطلعه تاني فوق، فعايزين نحط له اكل او علاج مثلا لو هم محتاجين. دي اسمها الترانسفير لوك. الترانسفير لوك هي عشان ترانسفير حاجات اكبر من الاكل والميه. انسان مثلا يعني لو الغطاس اللي جوه احنا ممكن نفتح الباب شويه تقيل عشان حاجه تسيطر على الضغط. ليتس سي الغطاسين اللي جوه محتاجين دكتور عشان في حد جوه مش حاسس انه كويس، فمحتاجين نودي دكتور، فنحط الدكتور هنا، نضغط الغرفه دي. الدكتور بيضغط كده، بعد كده الغرفه دي بتتضغط نفس الضغط اللي جوه نفس فيقدر يدخل له. والعكس لو انا عايز اجيب حد من جوه لبره يدخل الحمام مثلا، فبنعمل نفس الكلام. وعندنا كاميرات عشان تراقب الغطاس. ادابتيف تكنيك فاسيلتي، عشان كده عندنا التكنيك. يعني طبعا دبي كالعاده، وفي ديب دايف دبي عمرهم ما بينسوا اصحاب الهمم. طبعا غطس معاكم ناس قبل كده؟ طبعا على طول احنا مصطفى كمان، كابتن مصطفى سيرتيفايد اساسا برضو ذوي الاحتياجات الخاصه او اصحاب الهمم، يعني زي ما بنسميها اصحاب الهمم طبعا. دي الستيشن بتاع الكوميرشال دايفنج اكسبيرينس. ده الكلام العالي بقى، ده الكلام العالي قوي 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 قوي. دي التنكات العاديه نايتروكس تانكس، بس احنا طبعا في الستيشن نفسها بنستخدم التنكات الكبيره دي. وده الامبليكال اللي بقى متوصل للهلمت نفسها مع الغطاس فوق. ودي الستيشن، بس الكواليتي باين اللي هو حلو قوي. انا طول عمري عندي هس كده البتاع ده هيتقطع. لا هو قوي جدا، كل شيء وارد. هو طبعا بس هو قوي جدا يعني، بس هو طبعا لو حصل حادثه كبيره قوي ممكن يحصل ده. بس لا هو قوي جدا جدا جدا. دي البانل اللي الكوميرشال دايفرز بيستخدموها، دي اللي بتتحكم في كل حاجه الغطاس بيعملها تحت المايه. مش بتتحكم في الغطاس نفسه، بس بتبقى شايفه بين الهلمت الغطاس بيعمل ايه، بتبقى سامعاه كويس، بتتكلم معاه. بتقدر تشوف العمق اللي هو عليه، تقدر تشوف الغازات اللي هو بيستخدمها، تقدر تميكس الغازات لو الغازات في اي حاجه او جاهزه للميكس. فدي زي سيفتي ستيشن متحركه. ده يعني شفت السيفتي ستيشن بتاعتنا اللي هناك، بس دي متحركه. جامد كلام جامد. ديب دايف دبي يا جماعه.
كابتن مصطفى بنشكرك جدا، يعني ده was too much information، معلومات كتير بصراحه الراجل يعني، وانا عارفه طبعا يعني حبيبي يا كابتن، طول حبيبي عمره كابتن. النولج حبيبي يا كابتن. وحاجه ما انكرهاش برضو، اللي انا في اوقات كتير ويمكن الناس المقربين عارفه ان انا لما بكون محتاج حاجه او محتاج اي معلومات معينه هو عارف والله بعمل ايه. بكلمه واروح له على طول واقعد ما بتكسفش، اشرح لي ديت، اشرح لي دي، فهمني دي، فهمني دي، لان هو بجد يعني عنده نولج بسم الله ما شاء الله عليه، وبتزيد اكتر واكتر كل مدى مع ديب دايف دبي. ف احنا بنتعلم. مبسوطين، إحنا مازالين بنتعلم بنتعلم، طبعاً. مازال بنتعلم مهما كان. احنا بنتعلم طول عمرنا الوقت. وعمره ما وصل لمرحله اللي هو ايه الغطاس ده ولا لا، ايه لا. ده غلط اللي انت بتقوله. لا. عمرك عمره ما ينفعش. مش نصيحه بقى هي دي لا ما فيش، ده اتس نوت، مش جود مايند سيت خالص. في بعض الاحيان مع الاكسبيرينس في الحياه بتحس ان انا عارف كل حاجه طبعا، بس لما بتاخد الاكسبيرينس اكتر في الحاجه دي بتكتشف انا ما كنتش فعلا عارف ده كل انا ولا حاجة. كنت فاهم حاجه ما فعلا. كنتش عارف كل حاجه، كنت عارف شويه حاجات وفاهمها كويس، بس الحقيقه في اكتر من كده. فاتعلمت من حياتي ان انا حتى لو ابتديت احس ان انا عرفت كل حاجه في حاجه معينه، دايما بفكر نفسي دي مش كل حاجه، في مدرس مور، وفي ناس عندها علم اكتر اكتر مني طبعا، واللي عندهم علم اكتر مني في ناس عندها علم اكتر منها. ولما بتوصل للمايند سيت اللي هو انا عاوز اتعلم طول الوقت، ما بتتكسفش تسال، ما بتتكسفش تقول ليه، ساعتها بقى بتوصل انت فعلا انا عايز اتعلم طول الوقت. ده دي الثقه طبعا. انا بعتبر ان دي اكتر ثقه. طبعا بالظبط. فما فيش، لا بالعكس خالص. لو جيت سالتني النهارده عن معلومه معينه، ممكن بكره الصبح انا تاني بتصل بيك بسالك عن معلومه معينه. ايوه. وهو ده الغوص والعلم في العموم، ان احنا دايما بنصب. اسمعوا طبعا. أيوة. هو ده لازم يبقى كده طول الوقت، مش بس في الغطس، في كل انواع الحياه. عشان تبقى سكيورد بيرسون، حاسس بالامان فعلا. في حياتك يعني. ديب دايف دبي اعمق حمام سباحه في العالم، وكمان داخل موسوعه جينيس لعمق 60 متر تحت الميه. هنا المعدات كلها بياخد السايز وكل حاجه في ورقه، وهو يجيب لك كل حاجه، الورقه بتتحول لمعدات. جامد الكلام ده، جامد. ديب دايف دبي. انا والبادي بتاعي يا جماعه مصطفى الشرنوبي، واحد من اهم عوامل النجاح behind the screen. يلا بينا نعمل اقوى مغامره ما عملناش قبل كده. السيفتي عندنا كذا ليفل للسيفتي. نمبر 1 we have the lifeguards on the pool. They are always checking. ودي كانت بدايه ديب دايف دبي، من اول ما ابتدينا من صحراء لبدايه الفكره، ومن العمق كده من الاساس، وبعد كده البنى اشتغل واحده واحده زي ما انتم شايفين. الموضوع صراحه قوي جدا لغايه ما بقى ديب دايف دبي معمول على شكل الاويستر طبعا اللي هي بتتفتح دي وبتتاكل لو كلكم عارفينها، وديت عشان يربط ما بين الماضي القديم، لان طبعا الاماراتيين كان البيزنس يمكن زمان عندهم هو صيد اللؤلؤ، وبعد كده بيربط ما بين الماضي القديم وصيد اللؤلؤ للحاضر دلوقتي، ويمكن ده كمان حاجه في المستقبل.